في اخر شهر قبل ما امشي وانزل مصر حسيت ان المعامله بتاعه المصري اللي انا كنت عايش معاه ده بدات تتغير. قبل ما انزل مصر باسبوعين لقيت صاحبه المصري دوت بيكلمني، انا قدامي 10 دقايق وابقى تحت البيت، انزل لي كده عايز اتكلم معاك شويه. نزلت تحت قابلت الشاب المصري صاحبه، سالني ساعتها انتوا عاملين ايه مع بعض؟ قلت له الصراحه مش هكدب عليك بقاله فتره معاملته متغيره وبيتلكك كده على اي حاجه وكل حاجه. قال لي الصراحه يا ادم هو قال لي ان هو عايزك لما ترجع من مصر ما ترجعش تعيش معاه تاني وتشوف لك مكان تاني بعيد عني. قلت له انا اصلا كده ماشي وناوي لما ارجع، ما كنتش اصلا عاوز ولا مرتب ان انا هرجع اعيش معاه تاني. نزلت مصر وانا جوايا سر مفيش اي حد يعرفه. قابلت ساعتها امي واصحابي في الشغل وانا راسم قدامهم ان حياتي هنا في استراليا زي الفل، شغل ايه وفسح ايه، وهم ساعتها طبعا كانوا مصدقيني لان هم كل شويه شايفين الصور اللي انا عمال بنزلها مع اصحابي من السفرات اللي احنا كل شويه او كل فتره عمالين نروح، فطبعا ساعتها كانوا مفكريني مقضيها هنا. لما وصلت استراليا كنت مخطط اني هشتغل في مجالي بالخبره اللي معايا، وكنت واثق ان في خلال فتره قليله قوي هلاقي شغل في مجالي، خصوصا وان في 2 من اعز اصحابي كانوا هاجروا هنا وجم من مصر لاستراليا قبلي. ولكن للاسف كل اللي انا كنت مرتب له ما حصلش، واخدت 6 شهور كاملين علشان الاقي اول شغل ليا في مجالي. اول شغل ليا كان في شركه هواوي، الشركه الصينيه المشهوره قوي بتاعه المحمول والموبايلات والاتصالات، واللي انا كمان كنت اشتغلت فيها اصلا قبل كده في مصر قبل ما افكر اصلا اني هاجي هنا استراليا. بمجرد بقى ما اشتغلت في مجالي وكسرت حاجز اللوكال اكسبيرينس واللي بيأخر الناس المهاجرين الجدد ان هم يلاقوا اول شغلانه ليهم في مجالهم لما بيوصلوا هنا استراليا. ما تخيلتش لحظه ان خلال سنه واحده بس من تعييني هترفض وارجع تاني ابدا من الصفر، وده للاسف عيب مجال هندسه الاتصالات بتاعي هنا في استراليا. للاسف فرص الشغل بتبقى اوقات كتير قوي اكتر حتى من اللي متقدمين للوظيفه، ودي بيسموها هنا هوت ماركت، واوقات كتيره المجال وفرص الشغل بتبقى قليله جدا او مفيش خالص، المجال ميت تماما. للاسف بقى سنه 2019 لما انا مشيت من شركه هواوي ديت كان المجال ميت خالص، مفيش اي فرص. بمجرد ما عرفت بقى اني خلاص ماشي، كل تفكيري ساعتها كان اني عاوز اعمل شيفت كارير، اغير المجال بتاع الهندسه اللي انا شغال فيه ده. كان كل تفكيري اني عاوز اغير مجالي واشتغل في اي حاجه تانية. انا مش عاوز اكون شغال في مجال طول الوقت قلقان وشغلي ومستقبلي على كف عفريت. خليت الفكره دي ساعتها في دماغي، ولما نزلت مصر بقت كل يوم وطول الاجازه بتاعتي ادخل على مواقع التوظيف هنا سيك وانديد وادور على اي حاجه ليها علاقه بمجالي، وفي نفس الوقت انا عمال افكر ايه احسن مجال ليه علاقه بدراستي وتخصصي ممكن ان انا اروح له، وكمان يكون فيه فرص شغل كتير هنا في استراليا بحيث ابدا اقدم عليها لما ارجع. بعد تدوير كتير عجبتني قوي شغلانه فني كهربائي للعربيات، واللي بيسموها هنا اوتوموتيف الكتريشن. ده الفني اللي بيكشف على الاعطال الخاصه بالكهرباء للعربيات. ساعتها قلت في نفسي انا اصلا مهندس اتصالات شعبة كهرباء، فالشغلانه دي بشكل ما ليها اصلا علاقه بدراستي. ده غير ان المعهد اللي اسمه اصلا التيف في سيدني بيدي الدبلومه دي اصلا كدراسه. ولما شيكت ودورت على الشروط لدخول الكورس ده على الموقع بتاع التيف لقيتني محققها كلها، لاني معايا اقامه دايمه وكمان دارس مؤهل ليه علاقه بالكورس ده، وكمان فكرت ان العالم كله دلوقتي رايح للعربيات الكهرباء، فشغلانه زي فني كهربائي للعربيات كانت هايله. واللي شجعني قوي اني اخد الخطوه دي هو اني لما دورت على فرص الشغلانه دي كشغل لقيتها مطلوبه جدا في كل حته في البلد، فخلاص توكلت على الله وقلت انا هدرس الدبلومه دي. هي 3 سنين وبعد كده انا هبقى قادر ان اشتغل في توكيلات زي مازدا وتويوتا وبي ام دبليو كمان. المشكله الوحيده قدامي ساعتها كانت انا هصرف على نفسي ازاي. فتره الدراسه دي كانت 3 سنين، فانا دلوقتي محتاج ان اشوف طريقه اقدر اصرف بيها على نفسي ال3 سنين دول. من تدويري عرفت ان واحده من احسن الشغلانات اللي انت ممكن تشتغلها هنا في استراليا وتعمل منها فلوس هي شغلانه السكيورتي او فرد الامن، سواء فرد امن في مول، في محل، في نادي، اي حاجه. دورت على النت وانا في مصر على اي سنتر او مكان يكون بيدي الكورس بتاع السكيورتي ده في سيدني، وحجزت كورس لمده اسبوعين يبدا بعد يومين بالظبط من وصولي سيدني لما اجازتي تخلص في مصر وارجع. خلصت الاجازه ورجعت تاني سيدني. اول اسبوع قعدت في الهوستل اللي انا كنت قعدت فيه اول فتره لما وصلت استراليا،
وبعد اسبوع اجرت اوضه في بيت في قلب السيتي بمبلغ كبير، تقريبا كان $350 في الاسبوع. كان تفكيري وقتها ان خلال اسبوعين بس الكورس بتاع السكيورتي خلاص هيخلص وهاخد الرخصه في ايدي، واكيد اغلب الاماكن بتاعت الشغل كفرد امن هتكون اصلا في السيتي في قلب البلد. فكان كل تفكيري اني لا خلاص خليني في السيتي بحيث اوفر فلوس المواصلات لو انا كنت سكنت بعيد. ولكن للاسف خلصوا الاسبوعين وخلصنا الكورس واخدنا الشهادات كمان اننا كملنا ونجحنا في الكورس. ولكن عرفت ساعتها ان الرخصه للاسف بتاخد 6 اسابيع كاملين علشان بس تتبعت ليا بريد وابدا اشتغل بيها، علشان البوليس بيحتاج يعمل تحريات عني من ساعه ما وصلت البلد قبل ما يديني الرخصه. في نفس الوقت بتاع كورس السكيورتي كنت بظبط كمان حوار الكورس بتاع التيف، واللي للاسف بعد ما كنت جهزت كل حاجه اتصدمت لما عرفت ان الكورس ده فيه كذا ليفل، والليفل التاني ده علشان ادرسه لازم اكون بعمل حاجه اسمها apprenticeship، يعني اكون بدرس وبشتغل في نفس الوقت. بمعنى ان التيف علشان يقبلني اصلا ان ادرس الليفل ده لازم اكون اصلا جبت عرض من شركه ان هي وافقت ان انا اعمل الموضوع ده عندها الابرنتشيب ده، بحيث ان انا ابقى بدرس في التيف دوت مثلا يوم او 2 في الاسبوع، وباقي الاسبوع انا بتعلم هناك وبشتغل بايدي. فهم كانوا طالبين عرض من شركه ان هم موافقين ان انا اشتغل واتدرب عندهم طول فتره الدراسه ديت عشان اعرف اصلا ادرس الليفل ده في الكورس. ودي كانت حاجه اساسيه من المتطلبات التيف طالبها علشان اصلا اعرف ادرس الكورس ده. لفيت على شركات وتوكيلات وايجنسيز وكالات تساعدني اجيب تدريب بس في شركه علشان اعرف ادرس الكورس. ولكن للاسف علشان سني فالموضوع كان صعب جدا، لانهم بيقبلوا اقل حاجه 21 سنه علشان موضوع الابرنتشيب التدريب ده، مش اكتر من كده. وانا ساعتها كنت للاسف كاسر ال 30 سنه، فبالتالي كل الخطط اني هدرس الكورس ده وهعمل شيفت للكارير بتاعي واسيب بقى مجال الهندسه ده باظت خالص. ساعتها ندمت ان اجرت اوضه في السيتي بالمبلغ ده. كده انا مضطر بقى ادور على اي شغل لحد ما الرخصه بتاعت السكيورتي فرد الامن ده تجيلي وتتبعت لي علشان اعرف ادفع الايجار الكبير دوت ال6 اسابيع الجايين. دخلت تاني على مواقع التوظيف ادور على اي شغلانه مش محتاجه اي خبره او اي حاجه حتى كاجوال. لقيت ساعتها اعلان عاملاه شركه وولورث، ودي واحده من البراندات بتاعه الشوبينج هنا في استراليا زي سبينس وكارفور كده عندنا في مصر. في الاعلان كانوا طالبين خدمه عملاء ومش شرطين خبره، وكمان كاتبين انهم هيدربوا الناس اللي هيختاروهم على الشغل وهيدفعوا لهم كمان اجر خلال فتره التدريب ديت كانهم شغالين بالظبط. قدمت على الموقع ورحت مقر الشركه يوم الانترفيو طبعا، وعلشان انا محتاج الشغل اضطريت ان انا اكذب عليهم لما سالوني انت مهندس ليه اصلا عايز تسيب الهندسه وتشتغل في حاجه خدمه عملاء. ساعتها للاسف كذبت وقلت ان انا مش حابب اصلا مجال الهندسه، وان انا مش شايف نفسي فيه خالص، وان دايما كنت عاوز اتعلم وانمي الحته بتاعه خدمه العملاء دي عندي، وكمان اني عاوز احسن الانجليزي بتاعي واتكلم مع ناس كتير، والحاجات دي كلها انا هلاقيها في الشغل ده معاكم. فانا شايف ان كل اللي انا بدور عليه هلاقيه هنا معاكم في الشغلانه دي. اضطريت اكذب ساعتها لاني كنت محتاج اشتغل علشان اقدر ادفع الايجار بتاعي، وكنت عارف ان في اي وقت لو جالي شغل في مجالي هعتذر ليهم ومش هكمل وهمشي. اتقبلت في الشغل وبدانا التريننج، وبمرور الايام عرفت ان انا اكبر واحد في التيم، كلهم شباب وبنات 20 21 سنه، وانا الوحيد ساعتها اللي كنت 30 سنه. التيم ليدر بتاعنا نفسه نادر، وده شاب زي العسل كان 27 سنه اصغر مني. مرت الاسابيع وفضلت مكمل التريننج، التدريب بتاع الشغل دوت خلص، وبدانا بقى نشيل شغل وناخد مكالمات. في الاول كنا شغالين خدمه عملاء بنرد على استفسارات وشكاوى للناس، ولكن مع الوقت دربونا اننا نشتغل سيلز كمان، نبيع بقى بواليص تامين على العربيات والبيوت والحيوانات كل حاجه. انا قبل ما اشتغل اصلا ما كنتش اعرف ان شركه وولورث دي بتبيع اصلا بواليص للتامين على الحاجات دي كلها. مش هنسى اول يوم ليا في الشغل لما جالي مكالمه من واحده ست استراليه بتتكلم باكسنت وطريقه ما كنتش عارف افهمها خالص، وبقيت عمال اقول لها كل شويه معلش ممكن تعيدي بس الكلام تاني، لحد ما في اخر المكالمه قالت لي darling this is your first day right؟ ده اول يوم ليك في الشغل صح؟ قلت لها اه. عدى اكتر من شهرين على شغلي في الشغلانه بتاعت خدمه العملاء ديت، طول الوقت بفكر وعاوز امشي، بس للاسف مفيش اي فرص في مجالي، لحد ما جات لي مكالمه في شهر ديسمبر 2019 قبل اجازه نهايه السنه من شركه توظيف. ايوه ادم، ايوه انت كنت مقدم عندنا على وظيفه مهندس اتصالات قبل كده من فتره، واحنا معانا كلاينت محتاج مهندسين دلوقتي، هل انت انترستد حابب تسمع اكتر عن الاوفر؟ اه اكيد. طب تمام، انت شغال فين يا ادم دلوقتي؟ والله انا كنت شغال في هواي
قوي، بس من كام شهر بداوا يمشوا الناس كلها، وانا للاسف كنت واحد من الناس اللي مشيوا، فانا حاليا مش شغال في المجال خالص. مفيش مشكله. طب احنا الكلاينت بتاعنا اوبتس، ودي واحده من شركات الاتصالات الكبيره قوي هنا يا ادم، واتحدد لي ساعتها انترفيو على التليفون، والموضوع كان سريع جدا واتقبلت. وبعد كده لقيت شركه التوظيف بتكلمني وبيبلغوني اني اتقبلت وان الشغل في ميلبورن، واني كده هحتاج ان انا انقل واسيب سيدني واروح ميلبورن بدايه السنه الجديده 2020. انا ما كنتش عايز اسيب سيدني واروح ميلبورن. المره الوحيده اللي انا زرت فيها ميلبورن ما حبيتهاش، الجو فيها ما كانش شمس قوي زي سيدني، وكمان انا بقيت عارف كل حاجه في سيدني، انا عايش فيها بقالي سنتين اهو، ليه اسيبها اصلا واروح ميلبورن؟ لما قلت الكلام ده لشركه التوظيف قالوا لي خلاص مفيش مشكله، ممكن ان انت تسافر بس اول 3 شهور وتروح ميلبورن بحيث بس تشوف التيم وتتعلم الشغل وكل حاجه، ولو انت حابب بعد كده ان انت ترجع بقى تشتغل من المبنى بتاع الشركه في سيدني مفيش اي مشكله. قلت لهم خلاص تمام زي الفل. سافرت ميلبورن، ولكن في اول يوم شغل عرفت من مديري ان الاوفر والتيم كله اصلا موجود في ميلبورن، واني مش هينفع اشتغل من اي مكان تاني، واني لازم افضل في ميلبورن، وان انا مش هينفع ارجع اصلا سيدني تاني. وعرفت ان كده شركه التوظيف كدبت عليا علشان بس اشتغل ويكسبوا الكوميشن او النسبه اللي هم هياخدوها لما يجيبوا حد للشغلانه دي. نقلتي لميلبورن على قد ما هي كانت صعبه، لاني رايح مدينه جديده ما اعرفش عنها حاجه ولا اعرف اي حاجه فيها، ولكن كانت وش السعد عليا. قدرت مع الوقت اتاقلم واعمل اصحاب تانية، ناس عايشه هنا بقى مش زي سيدني كده باك باكرز، ناس قاعده كام شهر وهيرجعوا تاني بلدهم. كمان بعد شغلي كام شهر في اوبتس قدرت الحمد لله ادفع مقدم وجبت اول عربيه ليا في استراليا وفي حياتي كلها. ولكن للاسف انا جبت العربيه في فبراير 2020، وكنت مخطط اني اسافر بيها واشوف والف في كل حته في استراليا، ولكن على طول بعد اقل من شهر جت الكورونا وفضلت العربيه مركونه في الجراج اكتر من سنه علشان الحظر اللي ميلبورن ساعتها كانت فيه. عشت سنه صعبه جدا جدا لوحدي في السكن، ما كانش مهون عليا بس غير ان شغلي كان مكمل في فتره الحظر دي، وان احنا كنا ساعتها شغالين من البيت. من كتر ما الموضوع كان صعب مديري الاسترالي كان بيكلمني كل اسبوع يسالني ادم انت كويس نفسيا؟ انت كويس يا ابني؟ والدتك واهلك كويسين في مصر؟ لانه ساعتها كان عارف اني عايش لوحدي، وانك تعيش لوحدك مده سنه كامله ممكن تخليك نفسيا عامل ازاي. عقدي في اوبتس كان سنه ونص 18 شهر، وكنت خايف لما يخلصوا ارجع تاني من غير شغل، وبما ان احنا في حظ فالماركت كان نايم، ما كانش فيه اي شغل او فرص في مجالي، ورجعت تاني افكر ان اعمل شيفت كارير واغير المجال بتاع الهندسه ده. تفكيري ساعتها طب هشتغل ايه؟ في البوليس. كانت فكرة مجنونة بس اهو كارير ومستقبل مضمون، وبداية المرتبات بتاعته كانت تقريبا قريبة جدا من المبلغ اللي انا باخده اصلا كشغلي في اوبتس، وانا مهندس اهو معايا خبرة 8 سنين. جبت الكتاب وبدأت اجهز للامتحان، وفعلا مليت الابليكيشن وبعتها واستنيت يتحروا عني ويتحدد لي ميعاد امتحان. ولكن للأسف أنا وقتها سجلي المروري كان زي الزفت، وكانت رخصتي مسحوبة علشان مخالفات مرورية أنا عملتها، فترد عليا إن سجلك ده للأسف مش هينفع بيه نقبلك في البوليس. ساعتها حسيت إن كل الأبواب بتتقفل في وشي، اللي هو أنا كل ما أحاول أغير وأخرج بره المجال بتاعي ده وأشفت كارير الموضوع يبوظ فيه إيه؟ ما كنتش عارف إن ربنا كان مرتب لي ومخبي لي حاجة أحسن بكتير، وكان ليه حكمة الحمد لله في كده، وإني ما اتقبلش في البوليس علشان بعد كام يوم بس من الرفض ده اوبتس الشركة اللي انا شغال فيها تبلغني ان عقدي هيتجدد سنتين لحد نص 2023، وبعد فترة على العقد الجديد ربنا يكون مرتب لي ان اسيب اوبتس خالص واروح اشتغل في شركة تيلسترا، اكبر شركة اتصالات هنا في استراليا، وكمان في نفس السنة اقدم على الجنسية الاسترالية.